صباح الخير والقمر والسعادة عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. وحشتوني كتير من اخر فيديو. يلا بينا نبدأ روتين النهاردة. بس النهاردة طبعا لازم اقول لكم معلومة حلوة جدا كنا بنعملها زمان اجدادنا يعني وامهاتنا، واحنا يعني مكناش عارفين قيمتها ايه. بس بجد هي فكرة لطيفة جدا، وبالذات في فترة الصيف اللي جاية. هنا بحط طبعا المية وبحط عليها معلقة صغيرة من مية الورد. عايزين تكبروا المعلقة كبروها حسب ما انتوا بتحبوا تست وطعم الورد ولا لا، دي حاجة حسب رغبتكم. دايما بجيب مية الورد عشان بشرتي، بحطها في بخاخة في التلاجة وبرش منها كده. بجد تحفة جدا وبتقفل المسام بعد كمان إزالة الشعر والحاجات دي كلها. بس طبعا هي بتجفف البشر، هنحط وراها كريم ترطيب. هنا بقى حطيت معلقة على كوباية المية بتاعتي، وطبعا زهقت من الإزازة بتاعتي أو الكوباية اللي بشرب فيها، فغيرتها باللون والشكل ده، لون صيفي كده ومنعش. حطيت فيها معلقة المية الورد وكان طعمها لذيذ جدا. بتعمل ايه مية الورد؟ بتحسن الهضم، وكمان بتساعد على تنشيط الدورة الدموية وتنشيط الدماغ. ولو في التهاب في الحلق بتطهر الحلق شوية وبتعالج التهاب الحلق شوية. مش فعالة طبعا 100%، بس هي بتحسن من التهاب الحلق، وكمان بتقلل من الصداع، بالذات الصداع الجامد قوي بتخليه يقل كده، وتكوني طبعا قاعدة منتعشة وريلاكس كده. ريحتها تحفة جدا. في ناس بتحطها على الرز بلبن والحاجات دي، انا بصراحة مش بحبها على الرز بلبن ولا بحبها ان انا اكلها، بس حسيتها ان لذيذة قوي. جت الفكرة على بالي، قلت طبعا اقول لكم عليها. فكرة لذيذة جدا، وكانوا جداتنا وجدودنا كانوا بيعملوها زمان. هنا بقى دخلت على البلكونة، لميت الغسيل هطبقه وبعدين اشيله في اماكن بتاعته، وباخد ثبت الغسيل متطبق فيه الغسيل كله، والف على الاوض كلها، احط في كل دولاب الهدوم بتاعته. بس كده. وبعدين دخلت على المطبخ، قلت اعمل لهم حاجه حلوه كده قبل ما ابتدي في الغداء. والغداء بجد انا كنت كسلانه جدا ان اعمل غدا، فتعالوا اقول لكم على فكره تحفه تحفه وسهله جدا، وهتوفر لك ان انتي ازاي ما تشتريش اكل من بره ايا كان بقى، يكون غالي او مش معمول كده بحب. هنعمل فكره حلوه جدا بالفطير الشرقي، ان شاء الله تعجبكم قوي. عملت الحلو بقى كريم كراميل، بحب طبعا ماركة او البراند بتاع دريم، خطير مظبوط، ما فيهوش صفارة بيض ولا اي حاجة من الحاجات دي خالص، وطعمه وقوامه خطير. بستعمل الباكت على نص كيلو من الحليب، والكراميل الكيس جاي جاهز معاه. بحطه كده في الاطباق عشوائي عادي جدا، ولا بيجراله اي حاجة. وبقلبه على النار البودر مع اللبن بمضرب سلك كده لحد ما يبتدي يغلي. بعدين بقى بصبه في الكاسات كده او الاطباق. الكراميل ما تقلقوش خالص، هيتناسب وهيبقى شكله حلو خالص في الاخر. هتشوفوه في اخر الفيديو بعد 4 ساعات طبعا بيقعد في التلاجة. هوريكم شكله في اخر الفيديو. كنت جايبة بقى فطيرة شرقي كده، ولما بنحب ناكل فطير شرقي وجبنة قديمة وعسل وطحينة، بجيب الفطيرة وبحطها في الفرن، وبحط عليها معلقة سمنة بلدي، لان طبعا مهما كان بره ما بيحطوش سمنة بلدي 100%، فبحطه بناكل منها كده. فالنهاردة بقى فكرة الغدا، قلت بقى اعمل ايه؟ طب ابعت اجيب فطير، طب هيجيلي بعد 70-60 دقيقة. فقلت عندي فطيرة بقى شرقي كده، فجات لي الفكرة، جربتها جميلة جدا مقبولة مختلفة، فكرة تحفة. كان عندي شوية سجق كده في الفريزر مع قطع لحمة كده ببصل كنت عاملاها، وكان فاضل منها شوية، لميت يعني بما معنى بواقي التلاجة، وجبت كاتشب وحطيته على وش الفطيرة عشان يديني ميكس اكتر للبيتزا او الفطير الشرقي بتاع البيتزا والفطار والحاجات دي. كنت بفكر افتحها من النص واحط الحشوات كلها جوه، بس الصراحة قلت هتتقطع مني ومش هعرف يعني مش تبقى شكلها مظبوط، فقلت اعمل كده. بحب اقطع الفطير، المفروض طبعا كنت قطعته قبل ما احط الكاتشب يعني وكده. بس بحب اقطعه مثلثات، بحيث ان انا ما اقعدش اقطع بقى وهي سخنه، والولاد بقى يكونوا جعانين وكده ياخدوا سلايز ويكون جاهز كده على الاكل على طول. عشان اقربها برضو للبيتزا شويه، رشيت رشه من الزعتر. الزعتر ده بينقل المكرونه البيتزا المشاوي، بينقلهم بجد نقله
حلوة جدا. بحب الريحان برضو، بحط رشة كده بسيطة. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش لايك واشتراك وكومنت جميل كده زي الكومنتات الحلوة اللي بتكتبوها لي. يا ترى هنعمل تجديد فين قريب؟ فكروا كده معايا وقولوا لي في الكومنتات يا نور هتجددي ايه تاني، وطبعا بأقل تكلفة وأحسن جودة ان شاء الله. قريب كده بأمر الله هتشوفوا فيديوهات حلوة قبل العيد بأمر الله. هنا برضو حطيت السجق وميكس لحمة، ميكس كده سجق مع لحمة، وجبت الموتزاريلا وحطيتها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طلعتها من الفريزر تفك بس شوية وحطيتها بالشكل ده. طبعا الفرن مفتوح على درجة حرارة 180. بجد أكلة سهلة جدا، ما أخدتش مني 10 دقايق في المطبخ و10 دقايق تسوية. يعني بجد حاجة سهلة ولطيفة جدا. والطبق بتاع البيتزا ده طبعا بيدخل الفرن مش بيجراله أي حاجة الحمد لله. فهسويها هنا وهغرفها هنا، يعني هقدمها بنفس الطبق ده. بس كده أكلة سهلة وبسيطة. عايزة أقول لكم بس هي دسمة شوية عشان لو ناس ما بتحبش الحاجات الدسمة. طبعا ممكن نبعد السجق ونحط فراخ عشان ما نعليش الدسامة، لأن الفطير نفسه بيكون فيه نسبة دسامة. بس أنا ما حطلوش سمنة ولا حاجة، أنا بقول لكم لما باكله مع الفطير الجبنة العسل، الأكلة الشرقي الجميلة الفطار القمر ده، بحط معاه معلقة سمنة بلدي يديني ريحة. لكن طبعا في الوصفة دي مش ما حطيتش سمنة بلدي، انا اكتفيت بالسمنة بالطبقات الرقات اللي انا اصلا شاريها جاهزة، فطيرة شرقية عادية خالص. بس حبيت بقى احط هالوبينو، بحب الماركة دي قوي. فود وود او حاجة كده. لذيذة جدا. الهالوبينو بتاعها كده مش حراق قوي، ويعني في لسعة بسيطة مع مزازة. ميكس رائع، تحطيه على بيتزا بقى، تحطيه على مكرونة وايت صوص كده، بيكون لطيف قوي. بحبه يكون موجود في التلاجة. فحطيت هنا ممكن طبعا نحط فلفل اخضر، ممكن تحطوا طماطم براحتكم بقى انتوا. يعني شوفوا بتحبوا البيتزا مارجريتا، بتحبوها بقى سجق لحمة مفرومة، بس اللحمة المفرومة السجق هيكونوا دسمين، فنحاول نبعد عنهم في الوصفة دي بالذات. طبعا الصيف قرب، لازم طبعا يبقى عندي ستوك كده تلج يكون موجود عندي في التلاجة. اعمل اي عصير فريش يكون موجود. العلب دي نضيفة جدا، ريحتها ما فيهاش اي حاجة، ريحتها نظافة، ولا فيها بصل ولا توم ولا اي حاجة. علب معقمة نظيفة مغسولة، ما فيهاش اي روايح. بحبش التلج ابدا يبقى ليه ريحة، ما بحبش اسيبه عريان في القوالب بتاعته، فبجمده. وبعدين بعدها ب5 ساعات كده ولا 6 ساعات او تاني يوم بفضيهم في علب. تبقى سهلة عليا وسهلة على الولاد. لو فتحوا العلبة ياخدوا مكعبين 3 تلج وخلاص يقفلوها تاني، احسن ما يقعدوا بقى يخبطوا على الرخامة ويطلعوا التلج من القوالب بتاعته. بيكون اسهل وبيكون منظمة اكتر في الفريزر. فكرة بسيطة حبيت اقولها لكم عشان طبعا داخلين على الصيف، وايس كوفي بقى والحاجات اللذيذة دي هنعملها ان شاء الله كتير مع بعض. هنا طلعت الكريم كراميل ده بقى كان تاني يوم الصراحة، وبعمله كده بالمعلقة يدوب افكه كده شوية، حاجة بسيطة. وبقلبه. الولاد بيحبوا ياكلوه مقلوب، بيحبوا شكل الكراميل من فوق. فطبعا حابين تقلبوه تقلبوه، مش حابين يتاكل في نفس الكاس بتاعه او الطبق بتاعه. هنا قلبته اتقلب، يعني اتشقلب تاني فنزل مظبوط برضو. فانا بقى هجيب المعلقة وقلبته على الناحية التانية. شايفين ميكس الكراميل واخد من طعم اللبن السخن مع الكراميل نفسه، طعمه كان خطير. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وانتظروني في فيديو جديد.